هو انا لو لسه عايز اخش مجال البرمجه ابدا ازاي؟ عايز تبدا في مجال البرمجه؟ حلو. لو انت عمرك صغير فانت لازم تبدا بسكراتش، لان هي بتعتمد اكتر على الالوان والاشكال ان انت تبني برامج مختلفه، وفي نفس الوقت كل حاجه بتاعتها بتبقى فيجوال، فكل الكود اللي انت بتعمله بتبقى شايفه بعينك هو بيحصل ايه. اما لو انت اكبر شويه وعندك علم في اللغه الانجليزيه فانت لازم تتعلم بايثون، لان دي من اكتر اللغات المشهوره في العالم واغلب البروجرامرز بيستخدموها. تمام، يعني انا دلوقتي لو سني صغير بخش على سكراتش، لو سني اكبر شويه وفاهم في الانجليزي بخش على بايثون. طب لو انا بحب مثلا العاب، بحب حاجات مختلفه، بحب التطبيقات، بحب استخدم التكنولوجيا، انت بقى عايز تخش على الالعاب. لو ليك في الالعاب وحاببها اكتر فانا برشح لك تبدا في البدايه ان انت تستخدم يونيتي وتتعلم فيها ال 2 دي، او ان انت تستخدم جودوت وتتعلم فيها برضو ال 2 دي. بعد كده ممكن تتطور اكتر وتتعلم ال 3 دي. اما بقى لو ليك في التطبيقات فالموضوع هنا فيه حاجات كتير، بس من اكتر الحاجات المشهوره هي فلاتر، لان هي بتخليك تعمل كود واحد يشتغل على الموبايل والايفون وفي نفس الوقت الكمبيوتر. اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر تراك عجبك.